مرحبا جميعا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست السياسي. اليوم رح نحكي عن موضوع مهم جدا وهو دولة المواطنة. هيدي هي حلقة ثالثة من سلسلة الحلقات اللي عم نغطي فيها جوانب مختلفة من مستقبل سياسي لسوريا. بالحلقة الأولى حكينا عن نظام الحكم اللامركزي وكيف بيأثر على شكل الدولة والمجتمع، وفي الحلقة الثانية تطرقنا لفكرة العلمانية وكيف بتكون عامل مؤثر في بناء الدولة الحديثة. اليوم رح نناقش موضوع دولة مواطنة، وهو أساس مشروع الدولة المدنية المتحضرة، وكيف أن المواطن بيكون هو العنصر الأساسي في بناء المؤسسات السياسية والاجتماعية. بدي أأكد من أول الحلقة إنه ماني مع طرف ضد طرف، ولا عم أعمل تحليل سياسي أو تكهنات حول الوضع الحالي، ولا عم أقرأ بالفنجان كيف رح يكون المستقبل. كل شيء رح نحكيه هو قراءة أكاديمية بحتة مبنية على علم سياسي كعلم معياري. بالتالي لما منحكي عن مستقبل سوريا ما عم نحكي توقعات، بل عن كيف لازم يكون هيدا المستقبل. خليكن معنا لنتعمق أكثر بهيدا الموضوع ونشوف كيف يمكن أن نؤسس لدولة تكون قائمة على المواطنة الحقيقية بعيدا عن الطائفية والإقصاء والتمييز. الكل اليوم بسوريا وبرا سوريا عم يسأل لوين رايحين؟ كيف رح يكون شكل البلد بعد كل هالحرب والدمار؟ الناس تعبت، ويمكن أكتر شي بيخوفهم هو المجهول. المستقبل ضايع اللي ما حدا عنده جواب واضح عنه. بس السؤال الحقيقي مش شو رح يصير، بل شو لازم يصير. كيف فينا نطلع من كل هالفوضى ونبني بلد عن جد بيشبه طموحات الناس، مش بس يرقع على الخراب يلي صار. هون لازم نفرق بين شغلتين: إعادة الإعمار وإعادة بناء الدولة. إعادة الإعمار يعني نعمر البنايات اللي تهدمت، نصلح الطرقات، نشغل الكهرباء والمي، يعني نرجع البلد مثل ما كان قبل الحرب. بس مثل ما كان قبل الحرب هيدا بحد ذاته مشكلة، لأنه الأزمة بسوريا ما كانت أزمة دمار، كانت أزمة دولة، أزمة نظام، كانت أزمة طريقة الحكم والتعامل مع المواطن. فإذا بدنا نرجع كل شيء مثل ما كان، معناها عم نزرع بذور أزمة جديدة بالمستقبل. لهيك الحديث عن سوريا المستقبل ما بيصير بس نحكي عن بنية تحتية، لازم نحكي عن أساس الدولة نفسها. هون بيجي دولة المواطنة، اللي هو مش مجرد مصطلح أكاديمي بل جوهر الحل. دولة المواطنة يعني الدولة اللي المواطن فيه هو الأساس، مش طائفة، مش العائلة، مش المنطقة، مش الحزب، مش القائد الفلاني. دولة بتحترم حقوق الكل، بتحاسب الفاسدين، وبتحط قانون فوق الكل. وهيدا مش رفاهية على فكرة، هيدا ضرورة، لأنه إذا ما تأسس البلد على هيدا الأسس رح نضل عم نبرم بنفس الدوامة. لما نحكي عن دولة المواطنة عم نحكي عن فكرة بسيطة وواضحة: دولة يلي بتشوف كل مواطنيها متساوين بغض النظر عن دينهم، طائفتهم، عرقهم أو انتمائهم السياسي. كل واحد عنده نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، وما حدا عنده امتيازات خاصة بس لأنه بينتمي لفئة معينة. بهيدا الدولة المعيار الوحيد هو القانون، مش الهوية الدينية ولا طائفية ولا الحزبية. هلأ إذا بدنا نفهم أكتر شو بتعني دولة المواطنة، لازم نقارنها بغير نماذج للدول. مثلا الدولة القومية اللي بتنبنى هويتها على القومية وحدة وبتعتبرها الأساس،
مثل بعض الدول اللي بتقول نحن دولة الفلانية وبتهمش باقي المكونات. الدولة الدينية اللي بتعتمد الدين كأساس للحكم، يعني القوانين بتنبنى على الشريعة وحقوق الأفراد بتختلف حسب دينهم. أما الدولة السلطوية فهي الدولة اللي بتركز كل السلطة بإيد فئة صغيرة، سواء حزب، عائلة حاكمة أو زعيم، والمواطن ما له أي دور فعلي غير الطاعة. بس التاريخ بيعلمنا أن الدول اللي اعتمدت المواطنة هي اللي قدرت تخرج من الحروب والصراعات وتبني مجتمعات مستقرة. أوروبا بعد حرب عالمية تانية قررت تترك وراها القوميات المتصارعة وتركز على دساتير اللي بتضمن حقوق كل المواطنين. بجنوب أفريقيا بعد عقود من نظام أبارتهايد العنصري انتقل البلد لدولة المواطنة اللي بتساوي بين البيض والسود وكل الفئات، بدل ما يضل الصراع الطائفي والعنصري. هيدا تجارب بتفرجينا أنه المواطنة مش فكرة مثالية أو مستحيلة، بل حل عملي وضروري لبلدان طالعة من نزاعات طويلة مثل سوريا. واحدة من أكبر العوائق أمام دولة المواطنة بسوريا هي الطائفية والانقسامات المجتمعية. يعني إذا بدنا نحكي بصراحة، المجتمع السوري اليوم ما عاد مثل ما كان قبل الحرب، حتى لو في ناس بتحب تقول كنا عايشين مع بعض وما كان عنا مشاكل. الحقيقة أنه الطائفية كانت موجودة تحت السطح من زمان، والنظام عرف كيف يستخدمها لمصلحته لحتى يفرق الناس عن بعضهم ويضل ماسك السلطة. النظام ما خلق الطائفية، بس استغلها بأذكى طريقة. عطى امتيازات لفئات معينة على حساب غيرها، عزز الخوف بين الطوائف، وخلى كل مجموعة تحس انه امنها مرتبط ببقاء السلطة. وهيدا الشيء صار واضح اكثر خلال الحرب، لما صار كل طرف يشوف حاله بمواجهة الطرف الثاني، بدل ما الكل يكون بمواجهة المشكلة الحقيقية اللي هو استبداد اللي ضارب الكل بغض النظر عن دينهم أو طائفتهم. طيب، كيف فينا نطلع من هيدا المأزق؟ الحل مش إنه نقول يلا خلينا ننسى الماضي ونكمل، لأنه الجروح المجتمعية العميقة ما بتتعالج بالنسيان، بل بالعدالة والمحاسبة وإعادة بناء الثقة. دولة المواطنة هي حل الوحيد، لأنه ما فينا نرجع الاستقرار إلا إذا المواطن حس أنه هو مش محسوب على طائفته بل على دولته. يعني لما يكون القانون عم يعامل الكل سواسية، لما ما يعود في محاصصة طائفية، ولما الدولة تحط نظام شفاف وعادل بيعطي لكل شخص حقوقه بغض النظر عن خلفيته، وقتها بيبطل في خوف وبتبلش الثقة ترجع تدريجيا بين الناس. بس هيدا الشيء ما راح يصير لوحده ولا بقرار سياسي، لأن الطائفية مش بس بالنظام، هي صارت مترسخة بالعقول والمجتمع. وهون بيجي دور التوعية، التربية والإعلام ليشيلوا هيدا الألغام الفكرية وحدة وحدة، ويبنوا مفهوم جديد إنه مصلحة الفرد مش بطائفته بل بدولة بتحترمه كمواطن قبل أي شيء تاني. اليوم بعد سقوط نظام الأسد، سوريا واقفة على مفترق الطرق خطير. النظام اللي حكم بالاستبداد والتوريث انهار، بس المشكلة انه ما ترك وراه دولة حقيقية، ترك فراغ مليان ميليشيات، قوى متصارعة، تدخلات خارجية، وبمكان الاستبداد القديم طلع استبداد جديد، بس هالمرة بوجوه مختلفة. مجموعات إسلامية متشددة مسكت مناطق واسعة وصارت تفرض رؤيتها المتطرفة بالقوة، تماما مثل ما كان يعمل النظام السابق، بس بدل ما يكون حكم فردي وعائلي صار حكم ديني وإيديولوجي. المشكلة هون إنه هيدول القوى الجديدة ما عندها مشروع وطني لكل السوريين، عندها مشروع خاص فيها مبني على الهوية الدينية والطائفية، مش على المواطنة والحقوق المتساوية. وهيدا بخلينا نسأل، هل في أمل أنه هيدول الجماعات يتحولوا باتجاه دولة المواطنة؟ الجواب الواقعي أنه صعب كتير، لأنه دولة المواطنة
تعني فصل الدين عن السياسة واحترام التعددية، وهدول المفاهيم ضد فكرة اللي قامت عليها هيدول القوى. بالنسبة لهم الهوية الدينية هي الأساس، والقانون لازم يكون مستوحى من تفسيرهم الخاص للشريعة، والمجتمع لازم ينظم حسب هيدي الرؤية. بس بنفس الوقت التاريخ بيعلمنا إنه ما في قوة بتبقى للأبد. إذا ما كانت قادرة تخلق نظام عادل ومستقر، الناس تعبت من الحرب، تعبت من الاستبداد بكل أشكاله، وعم بتدور على حل يحميها ويعطيها حقوقها. وهون بيجي السؤال الحقيقي: هل في قوى تانية عم تشتغل لحتى تخلق بديل حقيقي؟ ولا رح نضل عالقين بين استبداد القديم واستبداد ديني جديد؟ إذا بدنا دولة مواطنة لازم يكون في مشروع واضح، قوة سياسية واجتماعية قادرة تواجه هيدول الجماعات، مش بس عسكريا عم بحكي، بل فكريا وثقافيا. لازم يكون في رؤية بتقنع الناس إنه الحل مش بحكم عسكري ولا بحكم ديني، بل بدولة بتحترم الكل وبتعطي الكل حقوقهم بالتساوي. وإذا ما صار هيدا الشيء، فالأرجع أنه سوريا رح تضل عالقة بدوامة الصراعات بدل ما تقدر تبني مستقبل جديد. إذا سوريا بدها تتحول لدولة مواطنة، فلازم يكون في دستور جديد واضح ويحط حقوق المواطنين وحرياتهم قبل أي اعتبارات تانية، مش دستور مفصل على قياس سلطة معينة أو مكتوب بلغة مطاطية بتسمح لأي طرف يفسره على كيفه. الدستور لازم يكون المرجع الأساسي يلي بيحمي كل فرد بغض النظر عن دينه، طائفته أو توجهه السياسي. بس السؤال: هل هيدا الشيء ممكن يتحقق فعلياً؟ التحدي الأول هو القوانين القائمة على الشرائع الدينية أو الأحكام الأمنية بسوريا. مثل كتير دول بالمنطقة في قوانين مستمدة من الدين، وهذا الشيء بيخلق مشكلة بدولة المواطنة، لأنه الدولة مفروض تكون محايدة وما تفرق بين مواطنيها على أساس ديني. إذا ضل في قوانين مستوحاة من الشريعة، كيف رح يكون في مساواة كاملة؟ كيف رح يكون في حقوق متساوية للمرأة والرجل أو للأقليات الدينية؟ هيدا الموضوع كتير حساس، بس لازم يكون واضح أنه القانون بدولة المواطنة لازم يكون مدني بالكامل، والدين يبقى مسألة شخصية مش قانونية. من جهة تانية، القوانين الأمنية اللي كانت تحكم البلد بقبضة حديدية لازم تنتهي. القوانين اللي بتعطي الدولة صلاحيات مطلقة تقمع فيها المعارضين أو تحط الناس بسجون بلا محاكمات أو تراقب حياتهم هي قوانين ما بتتناسب مع فكرة المواطنة. وما بيكفي نشيل النظام القديم ونترك هيدول القوانين، لأنه أي سلطة جديدة إذا معها نفس الأدوات رح تستخدمها بنفس الطريقة. وهون بتجي أهمية فصل السلطات واستقلال القضاء. بهيك أوضاع ما في شيء أخطر من أنه السلطة التنفيذية، يعني اللي هي حكومة أو جهة الحاكمة، يكون عندها السيطرة على القضاء، لأنه وقتها بدل ما يكون القانون هو الضامن لحقوق الناس، بيصير أداة قمع جديدة. دولة المواطنة ما بتقوم بلا قضاء مستقل قادر يحاسب الكل ويطبق القوانين بعدالة، مش حسب مين الأقوى أو مين عنده نفوذ أكبر. هلأ المشكلة الأكبر: هل سوريا أصلاً قادرة أنه تاخد قرارها بإيدها؟ ولا كل شيء صار مرهون باللعبة الدولية؟ الواقع أنه البلد صار ساحة مفتوحة لتدخلات إقليمية ودولية، وكل طرف عنده مصلحة، وكل واحد عم يدعم جهة معينة لحتى يضمن نفوذه بالمستقبل. بهيك وضع كيف فينا نحكي عن دولة مواطنة مستقلة؟ اليوم في قوى داخلية بتاخد أوامرها من برا، في ميليشيات مسلحة عم تنفذ أجندات خارجية، وفي دول عم تستثمر بالصراع السوري مثل كأنه لعبة شطرنج طويلة.
طالما هيدا الوضع مستمر، أي دستور أو أي نظام جديد رح يكون عرضة للابتزاز والضغوطات. إذا دولة كبيرة دعمت جهة معينة رح تحاول تفرض قوانين بتناسبها، وإذا قوة إقليمية دعمت جماعة مسلحة رح تحاول تضمن إنه الحكم يناسب مصالحها. يعني هل في إمكانية لحل سوري خالص؟ بالمنطق لازم يكون الحل من الداخل، بس بالواقع أي اتفاق أو تحول حقيقي ما رح يتم بلا نوع من التوافق الدولي، أو على الأقل تفاهم بين القوى الكبرى اللي إيدها بملف السوري. السؤال الحقيقي هو: هل السوريين قادرين يفرضوا خيار الدولة المواطنة كأمر واقع بدل ما يكونوا مجرد أدوات بإيد أطراف خارجية؟ إذا ما قدروا يعملوا هيدا الشيء فرح يبقى أي حل مجرد تسوية مؤقتة بانتظار أزمة جديدة بالمستقبل. أول خطوة لحتى نقدر نبني دولة المواطنة هي أنه نخلق هوية وطنية جامعة، هوية بتوحد كل السوريين بدون ما تلغي تنوعهم. وهيدا التحدي الأساسي، لأنه بعد سنين الحرب والانقسامات كل مجموعة صارت تحس أنه إلها هوية لحالها، وأي حديث عن وحدة وطنية صار شكله مجرد شعار فارغ. بس إذا ما قدرنا نخلق إحساس حقيقي بالانتماء المشترك رح نضل عالقين بالصراعات الأبدية اللي بتمزق البلد. السؤال هون: كيف ممكن نبني هوية سورية ما تكون طائفية ولا قومية متعصبة؟ الحل مش إنه نمحي الفروقات ولا إنه نفرض هوية واحدة على الكل، بل إنه نخلق مفهوم جديد للوطنية، مفهوم بيقوم على فكرة إنه الانتماء لسوريا هو الأساس، مش الطائفة ولا القومية. يعني مش لازم المواطن يكون مجبور يختار بين كونه عربي أو كردي أو أشوري، أو بين كونه مسلم أو مسيحي أو علوي. الهوية الوطنية لازم تكون مظلة بتضم الكل وتحترم اختلافاتهم بدل ما تلغيها. وهون بيجي دور التعليم والإعلام. إذا بدنا نكسر الطائفية ما فينا نترك المدارس تعلم مناهج بتعزز الانقسامات، ولا فينا نترك الإعلام مسيطر عليها من جهات عم بتغذي الكراهية والخوف. التعليم لازم يكون وطني، بيركز على التاريخ المشترك مش على الروايات كل طرف لحاله. الإعلام لازم يوقف عن كونه ساحة حرب دائمة ويتحول لوسيلة بتبني وعي جديد وبتخلق نقاش حقيقي حول شو يعني الشخص السوري بعيدا عن تصنيفات الجاهزة. بالمختصر، الهوية الوطنية ما بتنفرد بقرار سياسي ولا بتنخلق بالشعارات، بدها شغل طويل، بدها التربية والثقافة والإعلام. إذا ما قدرنا نبني وعي جديد عند أجيال الجاية رح نضل ندور بنفس الدوامة اللي فرقتنا من الأساس. بعد كل هالدمار والجرائم اللي صارت بسوريا، السؤال الكبير: كيف فينا نحقق عدالة؟ هل المطلوب محاسبة تضمن أنه ما في حدا فوق القانون، ولا مصالحة تسمح للبلد يلتئم ويبلش صفحة جديدة؟ الحقيقة أنه ما في خيار واحد بس، ولازم يكون في توازن بين العدالة والمصالحة، لأنه أي طرف بينفرد لحاله رح يفشل. إذا ركزنا على المحاسبة المطلقة بدون أي مرونة ممكن نفوت فرصة إعادة بناء البلد ونخلق دوامة انتقام جديدة، خاصة إذا كل طرف صار يشوف حاله ضحية والتاني هو الجلاد. بس إذا رحنا باتجاه المصالحة بدون عدالة معناتها عم نقول للمجرمين كملوا ما في محاسبة، ووقتها ما في ضمان أنه ما تنعاد نفس الأخطاء بالمستقبل. طيب كيف ممكن نلاقي حل وسط؟ أول شيء لازم يكون في لجنة عدالة انتقالية مستقلة ما تكون خاضعة لأي طرف سياسي أو عسكري،
وظيفتها توثيق الجرائم، تحدد مسؤوليات وتبلش عملية محاسبة حقيقية. مش الهدف انه نعمل محاكمات انتقامية، بل انه يلي ارتكبوا جرائم حرب او انتهاكات كبيرة يتحاسبوا بشكل عادل. مش لأنه بدنا ننتقم، بل لأنه دولة المواطنة ما بتقدر تقوم إذا الناس بعدها خايفة أنه المجرم بكرة يرجع يحكم البلد. لازم أسلط ضوء أيضا على ملف المعتقلين. ملف المعتقلين واحد من أوجع الملفات، لأنه عم نحكي عن آلاف الأشخاص اللي اختفوا، بعضهم لليوم ما حدا بيعرف عنهم شيء. ما في دولة مواطنة من دون كشف حقيقة. لازم يكون في آلية شفافة لكشف مصير المعتقلين والمخفيين قسرا، وإطلاق سراح يلي بعدهم بالسجون التعسفية، وتعويض عائلات الضحايا. هيدا حق ما بيتفاوض عليه. أما اللاجئين فمشكلتهم مو بس بالعودة، بل بالضمانات. كيف ممكن نطلب من شخص يرجع على بلد ما بيعرف إذا رح يكون آمن فيه؟ لازم يكون في ضمانات قانونية دولية لحمايتهم وتأمين عودتهم بكرامة، مش مثل ما بعض الأطراف عم بتحاول تفرض عودة قسرية بدون أي ضمانات. طيب، شو عن جرائم الحرب؟ هيدا الموضوع معقد، لأنه جرائم ما كانت من طرف واحد، والمحاسبة لازم يكون شاملة مش انتقائية. ممكن يكون في محاكم محلية، بس الأرجح أنه الجرائم الكبرى بدها محاكم دولية، خاصة إذا القوى المسيطرة على الأرض مش مستعدة تفتح ملفات حساسة. بس الأهم هو أنه يكون في إرادة سياسية حقيقية لكشف الحقيقة، وما يصير في ملف العدالة مجرد ورقة ضغط سياسي بين الأطراف المختلفة. بالمختصر، العدالة الانتقالية ما بتعني بس محاكمات، هي عملية طويلة هدفها الأساسي إعادة بناء الثقة بين الناس، وضمان أنه يلي صار ما يتكرر. وإذا ما اشتغلنا عليها بجدية، فكل الحديث عن دولة المواطنة رح يبقى مجرد نظريات. إذا بدنا نبني سوريا جديدة قائمة على دولة المواطنة، في أول خطوة لازم نشتغل على بناء مؤسسات قوية ومستقلة. يعني المؤسسات اللي ما بتعتمد على شخص أو طائفة أو جماعة معينة، بل بتكون خاضعة لقانون وتخدم الجميع بالتساوي. التحدي الأساسي هون هو أنه معظم المؤسسات اليوم هي تحت سيطرة أفراد أو طوائف، وكل واحد فيها بيشوف حاله صاحب السلطة. وهذا الشيء بيخلق نظام هش، لأنه بمجرد ما يتغير الشخص أو جماعة بتنهار المؤسسة كلها. يعني المؤسسات لازم تكون مبنية على أسس قانونية واضحة ومؤسسية، مش على أساس الأشخاص أو الولاءات الضيقة. كيف فينا نحقق هيدا الشيء؟ أول شيء لازم يكون في إصلاح جذري في كل المؤسسات، من التعليم للصحة للعدالة. مثلا وزارات الدولة لازم تكون مستقلة تماما عن أي تدخل من السلطة أو من جماعات معينة. الإدارة العامة لازم تكون قائمة على الكفاءة مش على المحسوبيات، والكل لازم يكون عنده فرصة متساوية للوصول لمراكز القرار بناء على مؤهلاته مش على طائفته أو انتمائه السياسي. الجيش والأمن كمان عندهم دور كبير في هيدا البناء. اليوم الجيش والأمن بسوريا مش مجرد مؤسسات وطنية، هم فروع لجماعات سلطوية أو طائفية معينة. إذا بدنا سوريا تكون دولة مواطنة، لازم يكون في إعادة هيكلية شاملة للجيش والأمن، بحيث أنه يصير مؤسسات وطنية بتخدم الشعب ككل مش جماعة معينة. لازم الجيش يتحول من قوة ضابطة للداخل إلى قوة دفاعية تحمي حدود بس. والأمن ما لازم يكون أداة قمع، بل أداة لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وهذا الشيء ما بيصير بين ليلة وضحاها، ولا بيصير لوحده. في مرحلة انتقالية لازم نمر فيها، وفيها ممكن نواجه كتير تحديات. بس إذا ما عملنا هيدا الخطوة رح نبقى ندور بنفس الحلقة المفرغة، ما رح نقدر نبني سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساواة.
الاقتصاد والتنمية جزء أساسي من بناء دولة المواطنة، لأنه إذا بدنا نحقق عدالة والمساواة بين كل السوريين لازم نكون عم نبني اقتصاد عادل ونزيه بعيد عن الفساد والمحسوبيات. اليوم اقتصاد بسوريا محكوم بمنظومة فساد ضخمة، والمصالح الشخصية فوق مصلحة البلد. أول خطوة هي إصلاح القطاع العام، لأنه إذا ما صار في رقابة صارمة على المصالح الحكومية كل شيء بيضل تحت سيطرة أشخاص اللي عندهم نفوذ، وهذا الشيء بيخلي المواطن العادي يعيش في حالة من الإحباط والفقر، بينما الفاسدين بيفرحوا بكل شيء. إحدى الحلول المهمة هي وضع قوانين شفافة لعمل الشركات والمؤسسات، وكل شيء لازم يكون مفتوح ومرصود. مثلا كل المناقصات والمشاريع الكبيرة لازم تكون خاضعة لرقابة مستقلة، وما لازم يكون في أي مشروع بتتنفذ بناء على المحسوبيات. إذا خلقنا بيئة قانونية شفافة هيك الاقتصاد بيصير يشتغل لصالح الجميع مش لفئة معينة. أما بخصوص إعادة الإعمار، هون كمان لازم يكون في تفكير بعيد عن التكرار نفس النظام. الإعمار مش بس إعادة بناء المباني، هو كمان إعادة بناء الإنسان وبناء مؤسسات الدولة من جديد. لو رجعنا نبني بس البنية التحتية المدمرة بنفس الطريقة اللي كان عم يتم فيها الإعمار قبل، يعني رح نرجع نعيد إنتاج نفس النظام الفاسد. لذلك لازم إعادة الإعمار تترافق مع إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتكون في فرص عمل للناس بعيدا عن محسوبيات، وتركز على خلق اقتصاد مستدام يعزز من تنمية على المدى البعيد. يعني ما لازم الإعمار يقتصر على الخراب المادي، لازم نقدر نبني اقتصاد وطني بشكل يخدم مصلحة المواطن ويعزز المواطنة والمساواة بين الجميع. إذا قدرنا نحقق هيدا الشيء نكون مش بس عم نبني سوريا من جديد، بل عم نبنيها على أسس قوية بتضمن حقوق كل مواطن فيها. في عدة سيناريوهات ممكن تطلع بسوريا في المستقبل، وكل وحدة فيهم بتطرح أسئلة كبيرة. سيناريو التفكيك والتقسيم، هيدا السيناريو مش بعيد أبدا، خاصة بعد اللي صار خلال السنين الماضية. اليوم سوريا مليانة فصائل متصارعة، وكل واحد منهم عم بتحاول تسيطر على مناطق مختلفة، وهذا الشيء خلى سوريا أكثر من مرة على حافة التقسيم. الخطر في هيدا السيناريو إنه التقسيم بيخلي كل منطقة تتجه لهوية مختلفة، وبيصير كل طرف يعزز انتمائه الطائفي أو العرقي على حساب باقي الأطراف. هيدا الشيء بيخلق حالة من الاستقطاب الشديد بين السوريين، وبالتالي بيصير كل طرف يعتقد إنه هو الشخص الصحيح والآخر هو العدو. هيدا رح يؤدي لعدم استقرار المستمر، ويفشل فكرة بناء دولة مواطنة. وبالنسبة لواقعيتها فالجغرافيا اليوم تشهد تجزئة فعلية، سواء كان بتدخلات خارجية أو بوجود كيانات شبه مستقلة في مناطق معينة. فصحيح أنه صعب يحسم الموضوع تماما، بس إذا ما تم التعامل مع هيدا الخطر بجدية ممكن يتحقق. سيناريو استمرار الاستبداد كمان وارد، ولو بشكل مختلف. يعني حتى لو سقط نظام بشار الأسد، هيدا ما بيعني بالضرورة أنه سوريا رح تصير دولة ديمقراطية ومزدهرة. ممكن يكون في أطراف تانية تستلم الحكم وتحاول تفرض سيطرتها بنفس الطريقة الاستبدادية بس بشكل جديد. بهيدا السيناريو ممكن نشوف نظام ديني طائفي متشدد من قبل جماعة سنية متطرفة عم بتحاول تنفرد بالحكم. هالجماعة رح تسعى لتأسيس نظام سلطوي باسم الدين، وهيدا النوع من الأنظمة غالبا بيكون أشد قمعا، لأنه بيستند على الشرعية دينية وبيمنع أي معارضة تحت حجة الكفر أو الخروج عن الدين. بهيك حالة ممكن تتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتتعمق حالة الانقسام المجتمعي، ويصير في تمييز وقمع أكبر لكل الأقليات والمخالفين بالرأي.
الناس بهيك سيناريو ممكن حتى يترحموا على نظام بيت أسد، لأنه رغم استبداده كان في نوع من الاستقرار النسبي مقارنة بالقمع الديني والطائفي اللي ممكن يفرضه نظام متشدد. هالسيناريو وارد، خاصة بعد ما قدرت الجماعات المتشددة تسيطر على المؤسسات الدولة والمجتمع باسم الدين، وحصلت على دعم خارجي من دول بتشاركها نفس الإيديولوجيا. بس لازم نذكر انه هيدا السيناريو رغم خطورته ما بيعني انه ما في مجال للتغيير. بظل التغيرات العالمية والوعي الشعبي المتزايد من الصعب استمرار هيك أنظمة لفترة طويلة بنفس القوة، بس أكيد الثمن رح يكون كبير قبل الوصول لأي تغيير حقيقي. سيناريو التحول التدريجي هو السيناريو أكثر أملاً، ويحتمل يتحقق إذا صار في إرادة سياسية حقيقية من جميع أطراف المعنية. يعني ممكن نبني دولة جديدة بس مش بيوم وليلة، بل من خلال إصلاحات تدريجية، بداية من تسوية سياسية والتوافق بين أطراف سورية، ثم بناء مؤسسات جديدة قائمة على الكفاءة والمساواة، مع إصلاحات قانونية تشارك فيها كل المكونات. التحول التدريجي ممكن يكون بطيء وممكن يواجه مقاومة من قوى داخلية وخارجية، لكن إذا في إرادة حقيقية من الشعب والمجتمع الدولي ممكن نوصل لحلول وسطي تنقذ سوريا من كل السيناريوهات المظلمة. إذن سيناريو الأكثر واقعية هو التحول التدريجي، لكن بدنا عمل جماعي على كل الأصعدة، وبدنا نكون واقعيين في مواجهة التحديات الكبيرة. إذا بنينا على خطوات ثابتة وصحيحة ممكن نقدر نتجنب التفكك أو الاستبداد ونوصل لسوريا جديدة، سوريا لكل السوريين. هل الحل بسوريا بيد نخب السياسية؟ الجواب البسيط هو لا. بالنهاية بناء دولة المواطنة مش شغلة رجال السياسة فقط، الشعب عنده دور أكبر مما تتخيل. يعني إذا بدنا نغير سوريا لازم كل واحد فينا يكون جزء من التغيير، مش بس ينتظر من السياسيين يعملوا شيء. النخب السياسية ممكن تكون عندها القوة لإجراء التغييرات، بس الشعب هو المحرك الرئيسي لأي تحول حقيقي. الناس لازم تكون واعية لحقوقها وواجباتها، تكون فاهمة شو يعني تكون مواطن حقيقي، مش بس شخص بيعيش في دولة بدون ما يشارك في بنائها. الفكرة هي أنه المواطنة مش مجرد حبر على الورق، لازم تكون سلوك يومي. يعني لو كل واحد منا بدأ يطبق القيم الأساسية لدولة المواطنة في حياته وبيحترم الآخر بغض النظر عن دينه أو طائفته أو عرقه، هيدا نفسه بيساهم في خلق بيئة صحية لدولة المواطنة. أما بالنسبة لمرحلة السلطة الحالية، صحيح أنه الوضع صعب والظروف غير ملائمة للتغيير الكبير، لكن الناس ممكن تدعم مفهوم المواطنة من هلأ. يمكن نبلش مثلا بتغيير طريقة تفكيرنا عن الآخر، نرفض التفريق بين الناس بناء على أي اعتبارات طائفية أو سياسية، ونعزز من قيم العدالة والمساواة في حياتنا اليومية. من خلال التعليم والإعلام ممكن نبلش نوصل فكرة المواطنة لكل الأجيال، مش بس نوقف عند الناس اللي عايشين اليوم، بل نشتغل على الأجيال القادمة أيضا حتى يتربوا على هيدا المفهوم. ختام الحلقة بدنا نعرف إنه الطريق مش سهل، وكل واحد فينا عنده دور، سواء كان في سلطة أو في المجتمع. بس إذا قدرنا نشتغل سوا على هيدا الفكرة ونقويها بالتزامنا اليومي، أكيد نقدر نبني سوريا جديدة على أسس من المواطنة. وإذا الشعب شعر إنه له دور، ما رح يبقى في مجال للتمزق أو الاستبداد، لأنه في النهاية الشعب هو الأساس لأي تغيير. شكرا كتير لأنك كنت معنا بهالحلقة، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا أكتر شو يعني دولة المواطنة وكيف ممكن نحققها.
التغيير مو سهل، بس إذا كل واحد فينا عمل خطوة صغيرة نحو الأفضل، سوا منقدر نبني سوريا جديدة. إذا عجبكم من الحلقة لا تنسوا تدعمونا بلايك، شير، تعليق. مثل ما قلت، دعمكم مهم، سواء من خلال متابعتكم أو حتى من خلال نشر الأفكار اللي عم نحكي عنها. وإذا في أي أسئلة أو مواضيع حابين نناقشها بالحلقات الجاية خبرونا، لأنه كل فكرة بتكون قيمة وبتساعدنا نطور المحتوى. شكرا مرة تانية، وخلينا نكمل مع بعض رحلة التغيير.